كل إنسان عاقل مفكر، وما ينقص فكره من شمول يظل عيبا فيه. تسأل عنه حواسه حين يتعثر في إحساسه. إلى عالم الحكمة وتمام عوالمها مع سيد علماء عصره، المفكر الأشمل، العاقد الأكمل، سلطان العلم، جهبذ العلماء، صاحب مدرسة الدراسات الشمولية الكونية والتكوينية، والعقد الاجتماعي الأول الأوحد للربط بين كافة المواد بالروح، محمد محمود إسماعيل العربي. إلى عالم الرحمة وعفو الرحمن، وقصيدة عرضت علي يا رباه مفاتنها فزينت لها. الله 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 عرضت علي يا رباه مفاتنها فزينت لها. غر شبابي بنفسه فتركتك وغويتها، وخدعت نفسي بنفسي وجمحت جموحها. عرضت علي دون الرفاق عطاؤها وصغاؤها، ولم أدرك يا رباه إني على نفسي جنيت حين عرض علي صراطك المستقيم وتوليت، وفررت من الداعية في المسجد وبالبيت، فاستنكروني وحقروني ولكني أيضا زويت. وجاء يوم قيل فيه إنك مني انتقمت، ضاع مالي ولم تعد تعطيني ما غويت، ولم أدرك يا رباه إني على نفسي جنيت حين عرض علي صراطك المستقيم وتوليت. قتلت ونهبت، لعنت، حقدت، اكتبت، ضليت، طوال عمري ما صليت. وسألت نفسي في النهاية ماذا جنيت من الشقاوة غير الجهالة والغباوة وكره كل الكون لي حتى الكسالى. ساعتها يا رباه أدركت إني على نفسي جنيت، وجريت مفزوعا على بابك أطلب رضاك، بعد أن ولى الشباب في زرانيح السراب، ولم يعد في العمر لحظة فيها ابتغاء للدنيا ومفاتنها. لم يعد لي سوى رضاك، رحماك ربي، رب بي رحماك. انتهى موعد الامتحان، هكذا قالوا الرفاق. أجيت تصلي وتطلب السماح بعد أن ولى الشباب وراح. عدا سيدا نظر إلي متألما وقال باب التوبة أمامك مفتوح. قال قل يا رب. قلت سأقولها
حتى تفيض الروح. يا رب جئت لأتوب، يا رب جئت لأتوب. الله الله إله الكون سامحني أنا حيران. إله الكون سامحني أنا حيران. جلال الخوف يقربني من الغفران، وسحر الكون يشاورني على الحرمان.